السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير في احسن الاحوال يا ربي، ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. ومرحبا بكم في مطبخ ام حمدان. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم صينيه ديال الدجاج في الفران. غادي نديرها بالبطاطا والبصله، كتجي صراحه سهله وسريعه التحضير. ولاول مره تشوف القناه ما تنساش دير لي اشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ندوزو للطريقه ان شاء الله. غادي نحتاج 3 البصلات غادي نشنفهم. انا هنايا استعملت كوكلي صغير، غسلتهم وحليتهم غير من الظهر وصافي. تقدروا تستعملوا فخاد ديال الدجاج ولا صدوره ولا دجاجه كامله اللي كتبغيو تستعملوا. بطاطا اللي قطعتها رقيقه كيف ما شفتوا معايا. غادي نحتاج الحامض مصير، قزبر ومعدنوس، الثومه، عندي زيت العود، وعندي بالنسبه للعطريه غادي ندير الملحه والبزار والخرقوم وسكينجبير، وعندي الزبده اللي غادي نديرها من الفوق، وفلفله حاره هذه كتبقى اختياريه. ندوزو للطريقه. غادي نجيب شي زلافه اللي غادي ندير فيها العطريه باش نرقدو الدجاج. غادي نحط العطريه اللي عندي كامله. انا عندي هنايا الثومه اللي كنت صايبتها معكم من قبل، كتجي الثومه صراحه زوينه. غنحط لكم الرابط لتحت. غادي ندير قزبر ومعدنوس، الحامض نص حامضه مصيره قطعتها مربعات صغيره. تقدروا ديروا شويه ديال الهريسه. غادي ندير شويه ديال الماء باش هاد العطريه هذه نخلطها طلق ليا شويه صافي. وغادي نبدا نتبل في الدجاج اللي عندي. الدجاج كيف ما قلت لكم اي نوع عندكم، صدر ولا فخذ ولا دجاجه كامله. انا استعملت هنايا كوكلي صغير صافي. غادي نحاول ندخل العطريه مزيان في هاد الدجاج اللي عندي، وغادي نخليه على جنب. هاد المرحله هذه تقدروا ديروها قبل بليله، من الاحسن تيتشرب لكم الدجاج مزيان ديك العطريه اللي عندكم. غادي ناخذ البصله ديالي اللي مقطعه شرائح على هذا الشكل. غادي ندير زيت العود في شي صينيه ديال الفران، وغادي نحط البصله وغادي نحاول نحلها. غادي ندير البطاطا اللي مقطعتها هي رقيقه صافي. وغادي نبدا نستف في الدجاج. هنا انا الدجاج غير رقدته حطيته، ما خليتوش شي وقت، كنت مستعجله عليه ما خليتوش بزاف. المهم غادي ناخذ طريفات ديال الزبده على هذا الشكل هذا، غادي نحطهم فوق الدجاج. انا كنت مزروبه على هذا الدجاج هذا غطيته. هو من الاحسن ما تغطيوش. غادي ديروا عليه هذه الزبده بحال هكا، غتشعلوا عليه الفران من الفوق حتى تذوب هذيك الزبده ويتحمر لكم الدجاج. وغادي تطفيوه الفران وغادي تنقصوا عليه وغادي تخليوه 40 دقيقه حتى ل 45 دقيقه بلا ما تغطيوه ما والو. كيجي داك الدجاج محمر وكيتجي صراحه واحد الصينيه اللي كتجي زوينه. انا كنت مستعجله عليه غطيته باش يطيب ليا دغيا. خليته تقريبا مده كيف ما قلت لكم 45 دقيقه صافي. وعريت عليه وحمرت واحد شويه من الفوق وصافي. وكانت هذه النتيجه ديالو، قدمته على هذا الشكل هذا. كتجي صراحه واحد الصينيه اللي زوينه ديال الفران وسهله وسريعه وما تاخذش منك وقت كتير وبنينه. انا هنا رافقت هاد الدجاج اللي عندي، رافقته بالرز، رز مسلوق، رز بسمتي مسلوق. كتجي لذيذه هي برز بسمتي، ولا ديروا داك الرز بشعريه حتى هو كيجي زوين معاها. كانت هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم. ما تنساوش ديروا لي اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا على المتابعه ومع السلامه.